بص بقى صينيه البطاطس بالفراخ دي، انا قرفاكوا اليومين دول بالبطاطس بالفراخ، مش عارفه ليه. كل ما اجي عند احمد تعمل بطاطس بالفراخ بطاطس بالفراخ، وبالذات انا اعمله اقول ايه؟ اصور ايه؟ تصور ايه يا بنتي يا ليلى؟ مش انت يا بنتي لسه عاملهم بطاطس بالهياك بالدبابيس قبل كده ولا ايه؟ الناس هيفكروا ان انت حاطه المقطع ده كل مره تحطه لهم. ولا والله يا ولاد. طب المره اللي فاتت كنت انا عامله لكم رز بشعريه، رز محمر، رز محمر، لكن ده رز محمر اهو بشعريه، يعني في حبات رز محمره وفيها شعريه. بس انا مش عارفه الشعريه مش باينه هنا ليه، رغم ان انا اصلا مكتره الشعريه. طب استنى، مكتره الشعريه خالص في الرز. المهم، كنت عايزه اقول لكم حاجه لما انا بصور لكم صينيه البطاطس دي. امي كانت بتحب صينيه البطاطس زي كده بالظبط، زي اللي انتوا شايفينها دي كده. كانت تحبها كده ممرقه، فاهمين؟ كانت تحب البطاطس فيها شوربه، ما تبقاش ناشفه مثلا زي دي كده. بس دي برضو فيها شرب. في بطاطس كده بتبقى ناشفه خالص، بتبقى ايه، بتشيلها بالصلصه كده. امي ما كانتش تحبها كده ابدا، الله يرحمها رحمه واسعه. كانت بتحبها زي كده، تقول لي الله، اهي دي بقى البطاطس ولا بلاش. كانت تحبها كده وما تكونش تخينه. لما نعملها تخينه تقول ايه الجوالوس اللي انتوا عاملينها ايه الجوالوس اللي انتوا عاملينها دي؟ ايه دي؟ مش ما فيهاش شويه شوربه كده نغمس بيها؟ فاما الله يرحمها رحمه واسعه كانت بتحبها كده. هي طبعا الشوربه كلها جايه كده عشان الايه البتاع ايه، البتاع يعني نازله كده، اسمها ايه، الصينيه كده مش معدوله يعني. اهي كانت تحبها قوي البطاطس كده، مش كده. هي كانت تحبها كده برضه وكده برضه، لكن ما تحبش الصلصه تقيله فيها بس انا كنت مصوره لكم بس كده عشان اقول لكم ان امي كانت بتحب البطاطس كده قوي. تعالوا اما اكمل لكم بقيه الفيديو يا ولاد. الواد سيف ابني راح يعمل لي يشحن لي النور قطع على اخواته، وسيف ابني راح يشحن النور بقاله ساعه يا عيني. وانا قلت له يا ابني يا ابني اقعد يا ابني هتتاخر. قال لا خليك وانا راح اشحنه. راح يشحن النور والنور قطع على اخواته، ولازم انا دلوقتي احط الاكل بسرعه علشان خاطر اروح احط الكارت في اسمه ايه، الكارت في العداد عشان يجي لي على النور يا عيني. والجو النهارده ما شاء الله، اللهم ارحمنا، اللهم اجرنا من عذاب جهنم. وبقاله ساعه عند نور وزياده. وحماتي راحت له قالت لي خليك شوف الاكل انت وانا اروح للولا اشوف اللي هو عند شبكه الكهرباء. اصل شبكه الكهرباء قريبه جدا من حماتي، 3 4 دقايق على ما تروح لها، لكن عندنا تلت ساعه ماشيه على ما تروح للنور دي. فحماتي راحت تشوفه اتاخر كده ليه، وانا ما نشوف سيف بقى اتاخر كده ونشوف هنعمل ايه. حبايبي ازيكم؟ عاملين ايه يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ اهياني يا بنتي يا لولو، انا لازم احكي لكم على اللي حصل لنا. يا ترى مين اللي طلع ده؟ لوجي الحمد لله وصلت بالسلام. انا لسه جايه حالا يا دوك، لسه داخله. النور كان قاطع من الساعه كده، من ساعه ما سيبجي خد منكم البتاع. الحمد لله بنتي جيتي في وقتك. في وقت ليه؟ عشان لو جيت ما لقيتش نور يعني. الحمد لله لسه داخله حالا يا دوبك جريت جري. شربت ميه. خدي بتشربي يا بنتي. ده فيديو الواتساب بقى. النور بتاعي قطع، النور قطع، ماشي. قطع ليه بقى؟ عشان الكارت خلص. الله يخرب بيت الكارت وسنين الكارت واليوم الازرق اللي عملوا فيه البتاع بالكارت اللي اسمه ايه. جددت الكارت بتاعها عشان نشحنه من بره. يتجدد ازاي يعني؟ ما تسألي الراجل. كان يوم ابيض لما اخترعوا والله مش احمر البتاع مش عارفين نتكلم من الحر. ده انا جايب توك توك والله مش ماشي، ده بس طلعت السلم. يخرب بيت اليوم اللي اخترعوا فيه الاول كارت اسمه ايه، عداد بالكارت ده. حاجه صعبه قوي 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 فوق الوصف بجد، اقسم بالله. بعيد عنكم، ممكن يقطع الكارت بتاعكم انكم بالليل تناموا في الضلمه،
والله العظيم كذا مره. فاكره يا لوجي لما قطع؟ مشكلة الآن لا فاكره يا لوجي لما قطع علينا في رمضان؟ قطع علينا في رمضان بالليل ونشحن، وفي بقى ناس بيشحنوا فوري عادي من المحلات. الكارت مش راضي يشحن ابدا ابدا ابدا. وقعدنا في الضلمه، وصلنا نور من عند سلفتي ينور لنا بس كده. معاناه الكارت بالكهرباء ده، وانتي قاعده هيقولك ما بيعمل لك انذار قبلها. ايوه شويه تروه يا بت، شويه تروه حارين بس مش مشكله، تروه سخنه بس مش مشكله، بس تنشف. هيقولوا لي ايه؟ عبيه بسرعه يا في طبق. جبت لهم تين اخيرا، كانوا نفسهم في التين. الله يرحمك ياما، كانت بتعشق حاجه اسمها تين. هو تين صغير كده شكله ما يسروش البال ولا الخاطر، بس اسمه تين اهو جميل. بنغور غسيل كده بسم الله. لا مسطحه، متغسلوهوش، اغسلي على قدك بس. المهم يا ولاد، هو بيعمل انذار قبلها ان هو مثلا فاضل 10 جنيه مش عارف ايه كده. بننزل نحط الكارت يصفر كمان مره، نقول خلاص ما خلاص يصفر خالص، نحط الكارت. اخر ما يزهق من اللي جابونا بقى ما بيرضاش يسلفنا. ممكن يسيبوك 3 جنيه كده على ما تروح تشحني، ال3 جنيه بيخلصوا في ثانيه والله العظيم. المهم يا ولاد، الواد سيف ابني يا حبيبي راح علشان خاطر ايه، قال لي هشحن لك انا يا ماما. راح جاب نسينا الكارت هنا، راح جاب الكارت من اخواته، ولازم يحط الكارت في الشاحن في العداد. ما انا عارفه لازم يحطه. راح من الساعه 1:30 ولا 2 الا تلت، جاي الساعه 3:10. حماتي قلقت عليه زي ما انا كنت قايله في اول فيديو كده. رحت حماتي قلقت عليه، قالت لي انا رايحه اشوف الولا. لقيت وانا بقى قلقت عليه، قلت اتاخر كده ليه؟ بنتي يا لوجي انا حاسه ان في تروه يا بيه بره البتاع شفتي؟ مفيش تروه، انا عارفه مفيش تروه، بس تحسي ان البتاع بتهفهف. المهم ايه، لقيته جاي متدلدل هو وسته. شحنت الكهرباء يا ابني؟ لا ياما. ليه يا ابني؟ قال لي السيستم واقع. قلت له يا لهوي يا لهوك يا ليلى، السيستم واقع؟ قال لي والنور عمال يطفي ويقيد هناك. قلت له طب يا ابني حتى شبكه الكهرباء عندهم نور بيقيد ويطفي. ايه كل يلا اكل اهو. المهم يا بنتي، المهم يا اولاد قصدي، المهم لقيته جه. قلت لهم ماشي تعالوا. اكلتهم وشربتهم وغسلت المواعين والحاجه، وجبت اكل العيال، وقلت اما اروح بقى هناك اقعد لي بقى هناك معاهم انا والكرامه مع بعض. رحت ما لقيتش حد. كان رقم 287. رحت دخلت ما لقيتش ولا الهوا غير واحد بس، وهو كان 300. يعني بعد ساعه ونص كمان بقى 300. قلت ياه. قمت داخله بقى، لسه الراجل بدله الكارت عشان يشحن لي، لقيت المدير قال له اقفل بتاع الشاحن. قلت له ليه يا استاذ؟ قال لي علشان احنا هنصلح السيستم وهنقفل الكهرباء. قلت له اقسم بالله ما انتوا قافلين لما تشحنوا لي. ده انا اولادي بقى 3 ساعات هناك في البتاع ده. انا كمان ربنا رحمهم ان كان وراهم درس، يعني الحمد لله انه كان وراهم درس، كان زمانه ساحوا. هم قعدوا يجي ساعه كده يعني ساحوا كده، فلسه هقعد ساعه ونص كمان على ما تصلح. اللي هيبارك لك. قال لي قلت له يا رب يخليك، ما لما نقولها من اهو ولا هتدخل البتاع. قام شاحن لي الكارت، لا 3 كمان. قال له اطفله. قلت له الله يبارك لك اشحن لهم، ده تلاقيهم غلابه زي ده تلاقيهم غلابه والنور قطع عليهم زي حتبه الميه، ده تلاقيهم غلابه زي. استنى اما اشرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الميه بتاعتنا جميله قوي، انا بحب الميه بتاعتنا قوي، احسن ميه شفتها في حياتي. ميه جميله كده ساقعه تلج، بتنزل من الحنفيه تلج. الحنفيه كده تبقى مشبره من كتر السقعه والله العظيم. شوفي الجو، شقتنا نار 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 اهي،
بس اقسم بالله الميه بتاعتنا تلج تلج تلج. سبحان الله، ربنا بيعوضنا مش هيبقى في الاتنين. المهم ايه، خليت الراجل شحن للناس وقلت له خلاص بقى عشان بس ما يصعبش عليا حد تاني، يا حاج اقفل الايه يا استاذ، اقفل الباب. الاكل سخن نار يا لهوي. مش عارفه امسك الحل. انا مش عارفه ليه الحله سخنه كده، حتى برضه ما كنتش عارفه اعملها. الحله بقالي ساعتين 2 وزياده. حاسبي يا لوجي عشان في بتاع، حاسبي يا لوجي عشان ستك عايزه الطبق، عايزه الكيس. انا فضت لها الهدوم بتاعي كلها وقعدت تزعق لي. قلت لها الله يخرب بيتك. المهم يا ولاد، قلت راجل النبي ما تكسر بخاطر حد، لا تقفل الباب وما تخليش حد يقعد جوه، لا ما تخليش حد يقعد كده يجي ويتحايل عليكم، عشان احنا في الدنيا. عارف لو في الشتاء كنت اقول لك عادي، لكن الناس جو عندهم يعني نار. والنبي الراجل سمع كلام، والنبي سمع كلامه وشحن لهم، الله يبارك له الراجل. المهم يا ولاد، بسم الله. المره دي بايدي الشمال، سامحني يا رب. اشتريت تين واشتريت طماطم واشتريت بطاطس وجيت، والحمد لله قدت المروحه. هروح انطلق بقى على السرير بتاعي، السرير وحشنا قوي، بقيت 3 4 ساعات ما قعدتش عليه. بيزعل قوي مني السرير ده لو سبته شويه. جالك اهو يا عسل، جالك اهو. اشوفكم على خير يا ولاد. وشرحت لكم المعاناه بتاعتي انا والنور. وكل 20 يوم اشحن ب 200 جنيه، اقل من 20 يوم ب 200 جنيه. الناس يقول لك يا بختك، ده احنا بنشحن كل 10 ايام ب 200 جنيه. الله اكبر في عنكم اللي هتقول لي يا بختك ديت. ما بشغلها مروحه طول النهار والليل، ما بشغلش نور. شقتي منوره طول النهار، ما بشغلهاش غير بعد المغرب كده بكتير. لكن هو المراوح والتلاجة والفريزر